نوعي ولادنا ونربيهم على اهميه وثقافه ويبقى عندهم سلوك صحي تجاه استخدام منتجات النحل. دلوقتي يا اصدقائي هنروح لكم رحله سريعه جوه خليج النحل، هنكلمكم عن النحله وايه هم الافراد اللي بيعيشوا جوه خليج النحل ودور كل فرد فيهم، وايه هي اهم المنتجات اللي قدمها لنا النحله. وهنتكلم على اهم منتج من منتجات النحله وهو العسل، ازاي النحله بتجمعه وازاي احنا بنستخدمه. ما يرجعش تاني يطلع فريق الاستكشاف علشان يعرف اتجاهات الشمس واتجاهات الرحيق او اتجاهات الغذاء اللي النحل محتاج يخرج علشان يجيبه، وبعد ما يستكشف ويعرف الاتجاهات يرجع تاني جوه الخليه ويبلغ بقيه النحل اللي موجود عن طريق لغه الجسد. النحله لما بتستكشف وترجع بتقف على البرواز الشمعي او على الاطار الشمعي وتعمل رقصه معينه بجسمها بيعرف منها باقي النحل اللي موجود في الخليه هو اتجاه الشمس فين واتجاه الغذاء فين. من الفرق الثانيه اللي موجوده جوه الخليه فريق اسمه وصفات الملكه، فريق من الشغالات اسمه وصفات الملكه. مفيش ملك او ملكه بيمشي من غير حراس، هم بالظبط كده الحراس بتوع الملكه اللي بيعتنوا بيها وبيهتموا بنظافتها وبيجيبوا لها الاكل لحد عندها. دي على سبيل المثال الفرق اللي بتتكون منها شغالات النحل او عاملات النحل. بعد كده هنروح لمرحله ثانيه في رحلتنا النهارده اللي هي النحله بتنتج لنا منتجات كلنا عارفينها ولا مش عارفينها؟ عارفين. طب ايه هي المنتجات اللي بتنتجها لنا النحله؟ العسل، وايه كمان؟ والشمع، برافو عليك، وايه كمان؟ وسم النحل وصمغ النحل، برافو عليك، وايه كمان؟ وصمغ النحل هو البروبوليس. النحله بتنتج لنا 6 منتجات اهمهم العسل، وبعديها الشمع، وبعديها غذاء ملكات النحل، وبعد كده حبوب اللقاح كده سم النحل. ودلوقتي هنتكلم عن اهم منتج من المنتجات ديت وهو العسل. طبعا كل منتج من المنتجات ديت اي نحال بيبقى عاوز ينتجه بيعمل معاملات معينه على خليه النحل علشان يقدر يوجه النحل لانتاج المنتج اللي هو عايزه. هنتكلم معاكم النهارده عن اهم منتج بتنتجه لنا النحله وهو العسل. هو العسل قبل ما بيبقى جوه خليه النحل بيبقى موجود فين؟ مين يعرف؟ مين شاطر يعرف موجود فين؟ موجود في الزهره. شاطر، برافو عليك، في الورده او في الزهره. كل نبات في الدنيا ربنا خلقه بيبقى له زهره او ورده. الزهره او الورده ديت يبقى موجود جواها سائل شفاف زي الميه بالظبط طعمه جميل اللي هو الرحيق. النحله بتروح تقف على الزهره او الورده وتمتص الرحيق ده هو باجزاء الفم بتاعتها. ربنا خلق في النحله في بقها اجزاء فم اسمها اجزاء فم مصه، بالظبط زي الشليمون اللي احنا بنشرب بيه العصير يا اصدقائي. تقف النحله على الزهره تمتص الرحيق باجزاء الفم بتاعتها، يدخل الرحيق ده هو جوه معده مخصصه في النحله الصغيره ديت اسمها معده العسل. معده العسل ديت ملهاش دعوه خالص بالمعده الثانيه اللي هي معده الجهاز الهضمي. دي معده لوحدها اسمها معده العسل بيدخل فيها الرحيق بعد النحله ما بتمتص من الزهره، وتضيف عليه جوه المعده ديت انزيمات وفيتامينات ربنا هو اللي خلقها جوه النحله، وبعد كده ترجع بالرحيق ده هو تقف على الاطارات الشمعيه اللي موجوده جوه الخليه وتفضي الحموله بتاعتها من الرحيق داخل العيون السداسيه اللي موجوده. الرحيق لما بيرجع بيكون خفيف جدا زي الميه. طب مين اللي بيحول العسل ده او الرحيق ده هو من سائل شفاف لذوقته خفيفه جدا جدا لسائل له قوام وتقيل؟ مين اللي بيحوله؟ النحله، برافو عليكم. فريق موجود، فريق من الشغالات موجود جوه خليه النحل اسمه فريق انضاج العسل. اسمه فريق ايه؟ انضاج العسل. الفريق ده هو بيقف على العيون الثلاثيه المحمله بالرحيق ويقف ويهوي بجناحاته على العيون ديت تهويه شديده جدا وقويه جدا علشان يقلل نسبه الرطوبه او يبخر الميه اللي موجوده جوه العيون الثلاثيه. بعد ما بيقلل نسبه الرطوبه ويبخر الميه اللي موجوده جوه العيون الثلاثيه يجي فريق ثاني
من الشغالات اللي موجوده جوه الخليه، ويختم او يغطي على الاطارات الشمعيه ديت او على العيون الثلاثيه بغطاء من الشمع زي ما احنا شايفين. وده كده بنسميه عسل مختوم. يعني ايه عسل مختوم جوه الخليه؟ يعني خلاص النحل فريق انضاج العسل نضج العسل وسواه ده تحت العيون ديت، والشغالات الثانيه الفريق الثاني قفل عليه بغطاء من الشمع. العسل المختوم يقدر يحتفظ بكل خواصه ويعيش الى مئات السنين طالما مخزن في ظروف تخزينيه جيده او هو لسه جوه الخليه. بعد ما وصل معانا الاطارات الشمعيه بالمنظر ده اهو، احنا بقى علشان ناخد العسل من الاطارات الشمعيه ديت ونعبيه لكم في العبوات الجميله اللي انتوا بتشوفوها، بنعمل ايه يا اصدقائي؟ هنكمل مع بعض في رحلتنا لحاجه تانيه خارج المنحل. بيدخل النحال بعد ما بيلبس ويرتدي الزي بتاعه بتاع النحال ويخرج الاطارات الشمعيه المحمله بالعسل زي كده بالظبط من الخلايا، وعن طريق استخدام اداه من ادوات النحال اللي لها فرشه النحال بيشيل اي نحل موجود على الاطارات الشمعيه ديت، ما يخليش عليه اي نحل خالص، ونروح بيه لمكان مجهز. المكان ده اسمه غرفه الفرز. المكان ده هو اللي احنا بنفرز فيه العسل او بنجمع فيه العسل. بعد ما بنروح لغرفه الفرز ديت بنستخدم اداه تانيه بسيطه من ادوات النحال اسمها شوكه القشط. الشوكه ديت وظيفتها بسيطه جدا، ان احنا بنشيل بيها الغطاء الشمعي اللي موجود على العيون الثلاثيه. بعد ما بنشيل الغطاء الشمعي اللي موجود على العيون الثلاثيه بنستخدم جهاز فكرته بسيطه قوي اسمه جهاز الفراز. الجهاز ده هو فيه جيوب، كل جيب يقدر ياخد اطار واحد شمعي من الاطارات الشمعيه دهيت زي ما احنا شايفين. بعد ما بنملى لفه دائريه قويه جدا كده اهو زي ما احنا شايفين، العسل بينزل من العيون الثلاثيه اللي موجوده في الاطار الشمعي على جوانب الفراز وبيتجمع تحت، وبعد كده بنسحبه في عبوات كبيره سواء جرادل بلاستيك او عبوات زجاج ستيل من المحابس اللي موجوده. العسل بعد عمليه الفرز ديت بنسميه في المهنه